لو عندك بطاطس وعلبة تونة في البيت قومي اعملي الغدا ده فورا. هتعملي غدا سهل وسريع عشان ما نقفش في المطبخ كتير في الحر ده. الوصفة بتاعت النهاردة هتعجبكم جدا، مفيدة وصحية وسريعة ولذيذة جدا 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 جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت 4 بطاطسات حجمهم متوسط وقشرتهم وقطعتهم بالشكل ده. هحط عليهم ميه، الميه يا دوبك تغطي البطاطس بتاعتي. هحط بقى معلقه صغيره من الملح مليانه واغطي البطاطس واسيبها تستوي. هتحطيها على نار عاليه واول ما تغلي تهدي النار تبقى متوسطه وتحسبي لها ربع ساعه بالظبط بعد الغليان. احنا مش عايزين البطاطس بتاعتنا تتهري، عايزينها تستوي بس ما تتهريش. هصفي البطاطس بتاعتي من الميه كويس جدا واطلعها وهي سخنه جوه صينيه او طاجن او اي حاجه اللي هتعملي فيها. بعد كده وهي سخنه هضيف لها معلقه صغيره من الملح واضيف لها معلقه كبيره من السمنه او زبده. تمام. بعد كده هقلب بقى البطاطس كويس جدا وابدا اسويها في الطاجن بتاعي بس من غير ما اهرسها. يعني انا مش عايزه البطاطس تنعم قوي وتبقى بيوريه، لا انا عايزه تحسي فيها بالقطع البطاطس كده، يعني تكون متماسكه شويه. تمام. في نفس الطاسه اللي سلقنا فيها البطاطس نجيبها ونعمل فيها الخطوه التانية علشان ايه ما نوسخش مواعين كتير عشان الفرهده والحر. هحط فيها معلقتين كبار من الزيت وانزل عليهم ببصلايه واحده صغيره متخرطه وشويه فلفل صغيرين. تمام. هبدا اديهم بقى تشويحه حلوه كده وانزل عليهم بمعلقه كبيره من الصلصه او طماطم مفرومه او طماطم مقطعها مكعبات اللي يعجبك. انا فضلت احط معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه. اشوحهم برضو مع بعض. وهنا بقى هنزل بعلبه التونه. عايزه اقولك ملحوظه، تنزلي بالتونه بالزيت والميه بتاعتها لان ده اللي هيدينا الصوص والقوام الخطير. هحاول بقى افتت التونه من بعضها كده بسيط، يعني ما تكسرهاش قوي. وهنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. وهنا انا مش بكتر ملح لاني اقل ملح هنا في التونه بيبان جدا، فمش هنكتر ملح علشان الوصفه بتاعتنا تكون مظبوطه. عايزه اقول لكم بعد ما نزلنا بالتونه ما بنطولش، يعني قلبنا فيها لمده دقيقه بالكتير قوي لحد بس ما كل الكلام ده اندمج مع بعضه وبس كده. هنروح بقى للبطاطس بتاعتنا اللي احنا جهزناها مع بعض ونحط الحشوه الخطيره دي فوق البطاطس. وبعد كده نديها بقى شويه اضافات. هنحط زيتون مخلي، تقدري بقى تحطي فلفل، تحطي شرايح طماطم، تحطي اي حشوه زياده غير الحاجات اللي احنا بنحطها دي. واخر حاجه هنحطها بقى شويه جبنه موتزاريلا حلوين كده وندخلها الفرن. هنشغل الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد لمده ربع ساعه بس. وبعد كده تقيدي الشوايه تاخد لون خفيف قوي من فوق وبس كده الطاجن جاهز معاكي. وتعالي شوفي الجمال والروعه وقد ايه عملنا غدا لذيذ وغني جدا وطعمه رهيب وفي نفس الوقت صحي وسريع. لو قلتلك بقى انه اطعم من البيتزا مش هتصدقي، خطير جدا. هاتي بقى عيش صحي من اللي احنا عاملينه مع بعض، عيش الحبه الكامله، وابدأي بقى غمسي وكلي واستمتعي بالجمال ده. هسيب لكم طريقه عيش الحبه الكامله في الوصف، شوفوا الطريقه هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم وتعليق ولو بحرف علشان ده هيساعدك ان الفيديوهات توصل لك بعد كده. وبألف هنا وشفا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.